الأحبة الكرام، حاليا وصلنا محل حادث. محل حادث وجود شابة عشرينية بالعمر. هذه الشابة راح تسولف لنا قصتها، وأيضا توجهت لدوريات النجدة، مفارس النجدة في منطقة الكرادة ودوريات النجدة وسرية الدراجات للنجدة، هم اللي استقبلوها بالبداية. شنو اللي صار؟ نعم سيدي، السلام عليكم. اثناء تجوالي ضمن قاطع المسؤوليه، قاطع ابو ناس، شارع ابو ناس تحديدا قريب على تمثال شارعات، لقيت الفتاه واقفه يعني ومتضايقه، فنزلت عليها ايش عندك واقفه؟ انت تعرف انت الشارع فتاه وحده وتاكسيات توقف واشخاص يعني بتعرف انت بشارع ابو ناس. فخبرتني بان هي يعني من اهل يعني طالعه من يم اهلها، امها ما موجوده، عمامها طارديها، جنسيه ما عندها، جوعانه، يعني وضعيتها يعني جدا تعبانه. وهل تشوفها البنيه هي والبنيه شابه يعني بهالعمر غلط سيدي وقفتها بالشارع. حفاظا على سلامتها احنا اجراءات اتصلنا خبرنا السيطره وراح تكون اجراءات اصوليه. انت شنو موضوعك؟ سولفتي لي قبل لا نطلع نصور، قلتي لي اني كنت بالدار مال الايتام وبعدين طلعتي من دار مال مشردات العفو، طلعتي لما صار عمرك عمر معين. سولفي لي هاي القصه حتى الناس تعرف انه انتم لما تطلعون شنو اللي يصير عندكم، شنو اجراءات تصير عندكم. احنا همين نريد نساعدكم، احنا مو ضدكم، احنا وياكم. سولفي. اي عوفي المايك، عوفي. اي سولفي. شو اسمه، اول شيء يعني من كنا احنا صغار يعني عمامي مرضوا وامي مرضوها، صارت تخلف عقلي كل شيء ما تفتهم. اول شيء يعني من كنا احنا صغار يعني عمامي مرضوا وامي مرضوها، صارت تخلف عقلي كل شيء ما تفتهم. ما تعرف لا احنا ولا تعرف اي واحد. انه بعدين ابوي وين وداها؟ ذباها عند اهلها، ذباها عند اهلها وخلانا كل ساعه يم عالم، كل ساعه يم عالم. منا لما اجر بيت وقعدنا يمه وتزوج مره، وهم المره تقتل بينا وطلق. هاي الحكي ايش قد عمرك انت؟ صغيره ما اعرف يعني وانا احنا ما طبينا مدرسه ولا شيء، لان لا اكو ام لا شيء. كم مواليد؟ يعني هسه كل شيء ما اعرف. انه بعدين هم مو رحنا البيت خوالي، احنا قمنا يوميا نعوف ابوي على مود نريد نشوف ام، نريد نرجعها. يعني الابو هاي كان بيت خوالي يقولون هاي لا امكم ولا شيء وطلقوها. يعني احنا 2013 يلا شفنا ام، هاي السنين كلها ما شايفين. زين انت هاي الفتره وين كنتي بيا دار؟ وانه جيت لبغداد قلت لهم اريد اندار، ودوني الدار هذاك مال العظميه الاحداث. ذبوني بينه بكبر عمري وطلعت رحت البيت ابوي. ايش قد عمرك صار طلعتي؟ 21 او 20. حكيت ويا القاضيه، قلت لها القاضيه يعني شوفوا لي قسمه شيء، يعني هم اهلي ما يفيدون بعد. على الاقل قسمه يعني هيك واحد يقعد يستر وبعدين. زين هسه انت شنو وضعك هنا؟ شو تسوين هنا؟ بصدق هسه انا ضاله بالشارع، شو اسوي؟ ضاله بالشارع ويوميا يعني دول الولد والله ما شايفين، يعني يدبوا لي حكي ويردون يتحرشون بي. زين هسه لا انت وين تباتين؟ والله هسه انا مرات اباتن بالحديقه اللي عطي فيها قبال المركز ذاك الدار كنز بيه. مرات يعني بالحديقه تباتين؟ بالشارع؟ اي مرات بالحديقه، مرات يعني يم عائله. اكو عائله يعني زينه وهاي من طرف الشرطي هناك. قال راح اخليك يم امي ويم يعني اخوي وجهاله، قعدني يم. وانا قلت لهم اريد جنسيه، اريد واحد يسعى لي بجنسيه اصوليه، مو يعني تزوير وشون ما كان، شيء اصولي من امشي قدام سيطرات شيء. تطلع لي جنسيه واقعد واسكت انستر، بس ما جاي تطلع الجنسيه، ما حد جاي يساعد. زين اليوم وين راح تباتين؟ كنتي ناويه وين تباتين اليوم؟ والله انا ما ادري وين هسه، لا غدا ولا عشاء ولا ريوق ولا شيء صار. هسه ايش راح تسوين؟ راح تروحين مركز شرطه ويا الدوريه مال نجده. مركز شرطه راح يكتبون للسيد القاضي، السيد القاضي راح يودعك بدار اللي موجود حاليا بصليخ. هذا دار مرتب وانا كذا وحده موديها، دار مرتب لا لازم تروحين. تدري ليش؟ احسن لك من الشارع، عمل لك بالشارع. بس عفوا لا تسمح لي سيدي، احنا بالنسبه لنا نعتبرها هاي عبوه مؤقته، لانه بنيه تشوفها جميله سيدي، بنيه صغيره يعني ما حد يقدر يسكت عليه، حتى لو ما تقبل اجباري احنا راح ناخذها المركز، لانه ما يصير سيدي انت تشوف تقول لك ابات بالحديقه، ابات يم ناس ما تفهم الشغله. احنا يعني احنا عراقيين سيدي احنا ما نخيرها، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما نخيرها احنا يعني حفاظا على سلامتها. وتعرف مجتمعنا يعني اكو شباب طايش يعني بهاي المرحله، لا هو يعني كلش حصير بيها تجاره بالبشر سيدي. وضعها يعني لا هي اخذها زي ما صار، اخذها من رجلها لفوق يعني وضعها. يعني ليش هيك انت؟ ليش هيك تاذين نفسك؟ احنا مرخصة السيد راد احنا على مودك، احنا كنا اخوتك واحنا وياك. اكيد انا خبرتك من شفت شوك قلت لك حدزتك دراجه امان اروح، قلت لك اجي بشكل لو لا. فاحنا اخوتك، احنا يعني
يعني مو هينه علينا نعوفك بالشارع، ما نقدر، احنا ما نقدر، غيرتنا ما هسه تقبل. احنا مبدئيا راح نحافظ عليك اليوم، اوكي؟ وشوي تتعاملين وياهم شلون راح يتصرفون وياك، راح ياخذوك مركز شرطه، مركز شرطه راح يوديك وين؟ راح يوديك المكان. اي القاضي، لا طبعا صدق، السيد القاضي راح يكتب بيك، يودعك الدار، هذا الدار مرتب ونظيف والدوله تعبت عليه هذا الدار بسطيخ، انت تندلين بالدور عندك خبره سولفت هوايه بيها. هذا الدار مرتب. لا لا، الدار اللي بسطيخ يسموه البيت الامن، هذا الدار بعدد قليل همين مو كلش هوايه. انا عندي معلومات مكان كلش مرتب ونظيف، وانا مودي له كذا حاله، وهاي الحالات كلها وضعها زين هسه واستقر وضعها وخير من الله. ماشي؟ ان شاء الله. عندك طلب اخير؟ انا اريد ما اريد ابقى يعني هيك يعني كله بالدور عايشه، غير مستقبل. المستقبل يعني اطلع جنسيه، يعني واحد يسعى لي يروح واحد يسعى يروح لاهلك. هو السيد القاضي بعد انت هسه مو راح تروحين، هاي فاتش تعطيها كلها لمن؟ ضابط التحقيق، تقولي له اني من فلان منطقه، بيت اهلي بيت فلان، ابوي اسمه فلان، امي اسمها فلانه، قصتي واحده اثنين ثلاثه، راح يكتبها للسيد القاضي. من هو؟ ضابط التحقيق. السيد القاضي راح اول شيء راح يودعك بمكان امين، وراح يكتب للمكان اللي انت ساكنه بيه، وراح يكتب هاي التفاصيل كلها، وراح ما يقصر وياك باي شيء. مكان افضل لك، اريح لك. انت قلتي لي انا يوميا يوم وحده اروح، يوميا يوم واحد، صح؟ لا يعني يوميا مثل عائله اروح يوم عائله وبالحد يوم. بصفتهم منو ذول العائله اللي تروحين؟ يعني عائله يعني شلون؟ عوائل بيوت يعني يقعدوني يوكلوني يقولوا لي كم عائله رحتي من طلعتي لحد الان؟ ما اعرف، ما اتذكر يعني كلش قد تروحين يم عائله شكل؟ ما اعرف. زين، اخير شهر كم مره رحتي؟ كم عائله رحتي؟ اخر شهر؟ والله ما تعرفين؟ سيدي اذا تسمح لي، ايه. الشخص اللي هسه وقف ابو التاكسي قال لك هسه راح ارجع، منو هذا يعني؟ اللي انا بعدت عنك؟ انا ما اعرفه مجرد ولد لين شفته يعني شويه مو نفس هذول الولد. يعني ما يباوع سيدي ماشي عبالي ذبني يعني من شافنا استوقفنا بالقرب من يمها، يعني حاول ان يلذ فرار وبعدته منها خلاص يعني. جيد. حتى خبرها قال قلت له اجراءاتكم. بارك الله بك. الاحبه الكرام، حاليا هذه الفتاه عمرها يعني حسب الخبره تقريبا 22 سنه الى 23 سنه. شابه طلعت من دار المشردات وصار مواها الشارع، شابه مرتبه، شكلها مرتب، جميله، بس هي يوميا تبات بمكان بالشارع ليل ونهار. ابناء نجده بغداد واجبهم امني وخدمي وانساني، فالجنبه الانسانيه موجوده وايضا الجنبه الامنيه موجوده، والحفاظ عليها من يعني كفتاه راح يتم اصطحابها الى مركز الشرطه المحليه لغرض يعني تدوين افادتها من قبل ضابط التحقيق ورفعها للسيد القاضي لغرض ايداعها في دار معين مخصص لهذه المواضيع، وايضا الحفاظ عليها من الشارع، وايضا الحفاظ عليها من نفسها، لان وضعيتها وتفاصيلها والمكان اللي تمشي به وكل التفاصيل هي مو صحيحه لشابه في هذا العمر، وبالامكان الحفاظ عليها على اقل تقدير من هذا الوقت صعودا. راح اطلع فاصل قصير ونرجع ابدا اخر.